السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب، وعيد سعيد علينا وعليكم آمين يا رب العالمين. بصوا النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض استابليه بطريقة سهلة جدا جدا. عايزة اقول لكم بجد شكله روعة بجد وشيك جدا. عايزة اقول لكم من اسهل ما يمكن. بصوا كده الطريقة، بس ما شاء الله ما شاء الله عامل معايا كميه كبيره جدا، ولسه فاضل معايا كمان كميه تانية. هوريكم ان الشكل النهائي شكله عامل ازاي. وعايزه اقول لكم الطريقه سهله جدا. متشكره لكل الناس اللي بتدعمني، ومتشكره لكم جدا بجد، وكلنا بنكبر مع بعض وببعض. بصوا النهارده احنا عاملينه ازاي. عايزه اقول لكم بجد شكله تحفه، يعني والله الكاميرا ظلمه يا جماعه. بصوا الشكل كده، زي ما بيقولوا شغل فاخر من الاخر. بصراحه انا شفت طريقه التزويق دي عند دنيا حبيبتي بتعمله، اللي هي في زاد الاوادم. مطبخها اسمه زاد الاوادم. عايزه اقول لكم بتعمل حاجات تشكيلات حلوه جدا جدا. بصراحه انا اخدت التشكيله منها، مش هكذب عليكم. الطريقه بتاعتها سهله قوي قوي وشكله تحفه بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. ندخل مع بعض في الخطوات عشان ما اطولش عليكم، ونسمي الله حبايبي ونصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي دول 6 كوبايات دقيق، وهنا كوباية سكر بودر منخول كذا مرة هو الدقيق، وعندي دول بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، نص كيلو زبدة برضو بدرجة حرارة الغرفة. هنضيف عليها كيس فانيليا ورشة فانيليا سايلة، لو انت حابة تضيفي فانيليا بودر او سايلة زي ما انت حابة. انا دول عاملاهم مقدارين مع بعض، ان شاء الله اكتب لكم في صندوق الوصف المقدار قد ايه، الكميه بتاعته قد ايه، والمقدارين قد ايه، عشان برضو يعني قللي الكميه او كتريها زي ما انت حابه. نبدا مع بعض نشوف المكونات بتاعتها هنخلطها ازاي. انا اول حاجه عندي هضرب الزبده والسكر مع بعض، ونرجع نشوف شكلها بالمضرب الكهربائي. ضربت الزبده بتاعتي كده بالشكل ده، هضيف عليها بقى السكر البودر واضربهم مع بعض. وكده خلاص ضربناهم مع بعض، نبتدي نضيف البيض بتاعنا كده بالشكل ده، ونضيف عليه الفانيليا. بس كده، واضربهم تاني بقى وارجع اوريكم شكلهم عشان صوت المضرب. وكده خلاص حبايب قلبي، ده ضربنا كل المكونات مع بعضها كده بالشكل ده. نبتدي نضيف الدقيق بتاعنا تدريجيا. احنا طبعا قلنا الدقيق مقلبين عليه الملح، نضيفه كده تدريجي بالشكل ده. ونبتدي نلم العجينه بتاعتنا كده. طبعا ما بنعجنش، كلنا عارفين البسكوتات ما بتتعجنش كده بالطريقه دي. وكده حبايب قلبي خلاص خلصنا العجينه بتاعتنا. نختبرها كده بالطريقه دي. طبعا لو انا ايدي لسه فيها عجين ما اختبرهاش بنفس الايد، اختبرها بايدي التانية عشان ما تبقاش ملزقه معايا. شايفين ما شاء الله العجينه ناعمه جدا وشكلها تحفه بجد ازاي. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. لو وصلت لغايه المقطع ده ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات ان شاء الله. هنشيلها بقى في التلاجة بتاعتنا. احنا طبعا في السقعة ما بتقعدش معانا كتير في التلاجة. لو هي العجينة متماسكة معايا ممكن اشتغل فيها على طول لو متماسكة شوية. لو حسيتي ان العجينة طرية غطيها وشيلها في التلاجة حوالي ربع ساعة نص ساعة وارجعي كملي. بس هشيلها في التلاجة ونرجع نكمل مع بعض. انا هاخد يا حبايبي قطعة صغيرة كده من العجين معايا بالشكل ده. هضيف لها حوالي نص معلقة زيت كده بالطريقة دي عشان اعرف اقلبها كويس، عشان المفروض كنت شلتها من قبل ما اعجنها في بعضها. هضيف عليها هنا حوالي معلقة كاكاو كده، كاكاو خام، وارميها كلها مع بعضها كده كويس جدا. طبعا ممكن ما تعمليش الخطوه دي خالص، تعملي ابيض بس، تعملي شوكولاته بس زي ما انت حابه. هلمها وارجع لكم. وكده خلاص العجينه بتاعتي شايفين ما شاء الله قوامها عامل ازاي، طريه جدا وملمسها ناعم جدا. بس هشيلها بقى، اغطيها برده واشيلها معايا ونرجع نكمل مع بعض نشوف شكلها عامل ازاي. ونبدا يا حبايبي كده نجيب قطعه من العجين بتاعنا كده ونفردها بالشكل ده على كيس بلاستيك كده، او حتى حابه تحطيه على ورق سيليكون، على ورق زبده اللي انت حباه. انا بصراحه بحب اشتغل على اكياس البلاستيك اكتر. بس وافرد كده بالراحه، اجيب اي فراده عندي كده او نشابه او اي حاجه، وافرد العجينه بتاعتي كده كويس. بصوا العجينه ما شاء الله ناعمه جدا. وابتدي افرد بايدي كده عشان احس العجينه. لو انا عايزه اقلبها من الناحيه كده افردها كويس جدا. بس نفرد كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله ناعمه جدا ازاي. خلاص كده فردنا العجينه بتاعتنا بالشكل ده. نبتدي نشكلها بقطعات. انا عندي اي قطعه انت بقى حباها اعملي بيها. هقطع كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي. العجينه جدا جميله جدا ما شاء الله وناعمه خالص. كده هنشيل بقى العجين بتاعنا كده بالشكل ده، نحطه في الصاج بتاعنا. وكده حبايبي انا دخلت الابيض والشوكولاته معايا كده بالشكل ده عشان ياخدوا تسويه واحده، عشان الشوكولاته بتغمق معايا بسرعه. انا عملت كده شكلين مختلفين. هكمل بقى بقيه الاشكال وارجع لكم. لو وصلت لغايه هنا ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات ان شاء الله. هكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم. وكده حبايبي هنشوف شكل تاني مع بعض كده بالشكل ده. برضه اجيب العجينه بتاعتي افردها كده، طبعا السمك اللي انا عايزاه. وكده خلاص فردنا العجينه بتاعتنا بالشكل ده. بنشيل الكيس كده، بنجيب شوكه كده بالطريقه دي،
نبتدي نمشي عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده بالطريقه دي. طريقتها سهله جدا وبتدي شكل حلو جدا للبسكوت على فكره. طبعا لو انت حابه تعملي كده اعملي، مش حابه مفيش اي مشكله. عايزه تقطعي بالقطعات بس مفيش اي مشاكل. كده ونجيبها بالعكس كده من الجنب التاني. ممكن اكتفي بيها برضو من ناحيه واحده بس كده بالطريقه دي. نبتدي نقطعها بالقطعات بتاعتنا ونبدا كده نقطعها بالطريقه دي كده بالشكل ده. شايفين شكلها ما شاء الله، هي كده مش محتاجه اي حاجه، الشكل تحفه بجد. نعمل كمان واحده كده مع بعض كده بالطريقه دي اهي. هي بتطلع معايا كمان بكل سهوله. بس هكمل بقى كميه معايا وارجع لكم. شايفين كده حبايبي البسكوت بتاعي مستوي جدا. شايفين شكله بجد، الرسمه بتاعته روعه بجد. ان شاء الله تجربوه يعجبكم جدا. شايفين كده. بس بنسيبه يبرد معايا خالص ونسيبه في الصاج بتاعه كده لغايه ما يهدى خالص، وبعد كده نرجع نشكلهم مع بعض. شايفين كده شكل الرسمه بجد تحفه. عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا جدا جدا. ان شاء الله هيعجبكم جدا باذن الله. هوريكم بقى بقيه الاشكال اللي طلعتها معايا. ودي كده حبايبي الاشكال اللي طلعت معايا بالشكل ده كده. شايفين شكلها كده. شايفين التسويه بتاعتها عامله ازاي كده بالطريقه دي. عامله طبعا اشكال كتيره ومختلفه. طبعا الشكل اللي انتوا حابينه بقى اعملوه كده بالطريقه دي. وكده حبايبي خلاص السابليه بتاعي كده خلاص معايا بالشكل ده. انا حبيت اوريكم بس الكميه ما شاء الله طلع معايا كميه قد ايه. عايزه اقول لكم يعني من كيلو دقيق ما شاء الله عملنا كميه كبيره جدا. طبعا لما يخلص في الاخر هوزنه لكم برده اشوفه لكم قد ايه، عشان برده اقول لكم الكميه متوفره معايا قد ايه. عايزه اقول لكم بجد البسكوته ما شاء الله تحفه تحفه بجد يعني. يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله. ونسمي الله حبايبي كده ونشوف هنشكل البسكوت بتاعنا ازاي كده. انا هبتدي عندي شوكولاته سايحه مسيحه على بخار ميه او في الميكرويف زي ما انتم حابين. هبتدي اعمل اشكال كده بالطريقه تعريجه كده سريعه. طبعا الشكل بقى اللي انت حابه اعمليه، مش مرتبطين بشكل معين. ويستحسن تربطي الكيس كده بالشكل ده عشان الكيس ما ينزلش منك شوكولاته يبهدل الدنيا. كده بالطريقه دي كده. ممكن اخدها العكس كده. طبعا زي ما قلت لكم الشكل اللي انتوا حابينه اعملوه. الشوكولاته مع الشوكولاته بتبقى روعه بجد يعني. عايزه اقول لكم فعلا بتبقى تحفه. شكلي بقى زي ما انت حابه. ممكن انا ابتدي نحط شويه سوداني او فستق كداب. هو بصراحه انا سوداني ومغيره اللون بتاعه شويه كده بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم الشكل انتوا حابينه حطوه. عندي هنا كريز ده مقطع حتت صغننه كده بالشكل ده. ممكن اضيفه كده. يعني حتتين بس كده يدوا منظر معايا. طبعا ايه حاولي تتحكمي في الماسكه. انا اعمل بايدي افضل يعني. بص كده الشكل كده بايدي احسن. الكميه بقى اللي انت حباها حطيها. بس ادي كده مثلا الشكل. هكمله برضو وارجع اوريكم شكله تاني عشان ما اطولش عليكم. بصوا انا بحط هنا على الشوكولاته احسن لان لقيته هنا مش ثابت معايا. اضيف كده على الشوكولاته عشان يتماسك معايا تمام كده. هكمل بقى الباقي وارجع لكم. وده كده حبايبي شكل تاني كده. شايفين ما شاء الله شكله روعه بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. نبتدي بقى نشوف هنشكل دي مع بعض ازاي. انا عندي دي مربى. ابتدي اقلب البسكوته بتاعتي على ظهرها كده، واحط اللي قدامها اللي هتحط عليها قدامها على طول. يعني البسكوتيه اللي احنا هنحطها فوقيها هنحطها قدامها على طول كده بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم بقى التشكيل بتاعك اللي انت حابه اعمليه. هعمل لكم كام واحده كده عشان ما اطولش عليكم وانا هكمل الباقي. نبتدي ناخد دي كده البسكوتيه بتاعتها قصاد منها على طول اهي. بصوا ما شاء الله شكلها روعه بجد. بس هكمل انا الباقي وارجع لكم. طبعا المربى اللي انت بتفضليها حطيها. انا عندي دي شوكولاته سايحه كده بالشكل ده. هبتدي اضيف الشوكولاته بتاعتي هنا كده زي ما عملنا المربى بالظبط. انا عندي دي مربى فراوله بصراحه كنت عاملاها في البيت كده. حاولت اهرسها شويه عشان ما تبقاش مكتله معايا، وعملتها كده بالشكل ده كده بالطريقه دي. نبتدي بقى كده.
بالشكل ده. وكده نبتدي نعمل شكل تاني اهو معايا برضو. انا هعمل حبة شوكولاتة وحبة مربى كده بالطريقة دي، زي ما قلت لكم الشكل اللي بتفضلوا اعملوه. كده يبقى معايا كده. كده عملنا جزء تاني كده بالشكل ده. نبتدي ننقط نقط صغيرة كده بتدي منظر حلو برضو. بصوا سهلة جدا جدا وبجد طعمه روعة. عايزة اقولك بيبقى غالي جدا جدا بره. شوفوا ما شاء الله عملنا كمية، طلع معانا كمية قد ايه. كده ممكن اشكل الشوكولاتة بتاعتي برضو بشوكولاتة كده بالطريقة دي. كده طبعا محب الشوكولاتة بقى ايه يتبسطوا قوي بالحاجات دي. نعمل كام واحدة كمان كده معايا. نبتدي نشكل كده الوردات بتاعتنا كده بالطريقة دي. هعمل واحدة ابيض واحدة شوكولاتة كده بالشكل ده. بيدي شكل حلو قوي كمان وبيدي طعم حلو قوي. طعم الكريسبي ده جميل جدا فعلا. حبيت برضو انطق الشكل هنا كده. لسه طبعا الشوكولاته معايا طريه، نحطها وهي طريه ما نسيبهاش لما تنشف ونعملها. هتنطق الشكل معايا شويه. الفستق الكداب ده بجد بيخلي الحاجه شكلها روعه. طبعا لو عندك فستق طبيعي احسن طبعا، بس المتوفر عندنا بقى يعني ما فيش عندنا. مش هناكل ونشرب، هناكل ونشرب كل حاجه. ممكن نعمل كده. وكده نكمل الباقي معانا كده بالشكل ده. احنا عشان بنحب الشوكولاته بصراحه بنكتر الشوكولاته اكتر. طبعا اللي انت بقى عايزاه اعمليه. عايزه شوكولاته، عايزه مربى، عايزاه ساده خالص، عايزه اتنين متلزقين فوق بعض، زي ما انت حابه. بصوا كده شكله روعه بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. بس بقى عشان مطولش عليكم اكتر من كده هكمل الكميه اللي فاضله وارجع لكم. ودي كده حبايبي بقيت الكميه اللي طلعت معايا كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله طلع معايا كميه كبيره جدا.